السلام عليكم، شلون الشباب؟ إن شاء الله بخير وصحة وسلامة. تولستوي يقول الأشخاص الأنقياء غالبا ما يأتون بعد أن نستهلك أنفسنا وذواتنا مع الأشخاص الخطأ. إن الناس الصح يجون بعد أن نستهلك نفسنا مع الناس الخطأ. فيقول يعني ليش يجي، يعني ليش مو من البداية يجون؟ لا، شوف، هاي من أجمل المقولات حقيقة، وكلنا صايرة بينا. انت كل ما يتقدم بك العمر كل ما تكتشف هاي الامور، يعني فالشخص الصح يجي بعد تجربة. هو مو اجى شخص صح، هو انت اكتشفته. ليش اكتشفته؟ لان تعلقت بناس كانوا سيئين وخاطئين يعني ما يصلحون يكونون اصدقاء لك او جزء من حياتك، او آه، يكونون من ضمن المقربين منك وتستهلك وقتك وياهم وحياتك وياهم. ما يستحقون كانوا، لكن من اكتشفتهم بعد التجربة، هي هاي التجربة والخطأ، اكتشفتهم، اكتشفت خطأك، في تلك اللحظة ظهر الشخص الصحيح. هاي كنا نشوفها بالأفلام ومرات نسمعها بالأغاني، يعني أنه أنا مريت بتجربة وبعد ما أجي وياك وراح أجي على يعني، وهي صحيحة طبعا بالمناسبة. فهذه هو مو هم قلت لك، هم مو اجوا، احنا اكتشفناهم. احنا بعد ما كنا ماشيين بالطريق الخطأ في لحظة ما اكتشفنا الطريق الصحيح، ومن اكتشفنا الطريق الصحيح عرفنا الحياة شلون ماشية. لهذا دائما نقول التجارب يا شباب، التجارب هي اللي تصقل شخصية الإنسان. كل ما تكون تجاربك مبكرة ومعرفتك بالحياة مبكرة، كل ما اكتشافك للناس يكون مبكر وصحيح. لهذا أنت بشكل مبكر راح تكتشف الأشخاص الجيدين، راح يدخلون في حياتك بشكل مبكر لأن أنت دخلت للحياة بشكل مبكر. لكن من تأخرت دول راح يجون يكون قد فات الأوان بصراحة. هي هنا المشكلة أنت بلغت مرحلة عمرية يعني بعد ما بيها فايدة أصلا يجي شخص خطأ أو صح بحياتك يعني. وديستوفسكي يقول لا، لم يعد في العمر متسع للأشخاص الخطأ، وبالفعل حكايته صحيحة. فأنت لما وصلت مرحلة أنه بعد ما تقدر تستهلك نفسك مع ناس آخرين، ظهر الشخص الصح، بس ما شنو الفايدة؟ أنا بعد ما لي خلق أعرفك بعد، يعني ما لي خلق أعرف ناس. هذا سبب ليش؟ لان انت دخلت معترك الحياه متاخر، لكن لو داخلها بمعترك الحياه هذا، لو داخلها مبكر مو متاخر، لا كان مشت الامور وياك. فانتبهوا شباب، الاشخاص الخطا هم اختياركم، والاشخاص الصح هم اختياركم. الفرق انه احنا نختار الاشخاص الخطا بسرعه، يعني ننفتن بطريقه معينه بحكايه وكذا كذا، خصوصا البنات اللي يعني تتزوج او تقيم علاقه مع شاب ضحك عليها وهذا، وبعد التي ولت هي اكتشفت الشاب الصح اللي كان المفروض تبدي حياتها وياه. بس قال هذا الشاب اللي اكتشفته ما يريدها، يعني بعد ما يقول لك استهلكتي نفسك، بعد شو اسوي بيك؟ وهي احدى المشاكل اللي تعاني منها كثير من البنات في مختلف انحاء العالم، يعني مو دوله معينه. لهذا من الذكاء يا شباب ان نكتشف الحياه بشكل مبكر، نستكشف الحياه بشكل مبكر. دائما انا ليش اقول لكم لا تنعزلون، طلعوا شوفوا الناس، سمعوا باوعوا، احتكوا. الاحتكاك، العمل المبكر يعلمكم الدنيا شلون ماشيه، بحيث انت بسن مبكره بعمرك 15 16 شكل انت تعرف هذا زين هذا مو زين. انا اصعد ويا سايق توك توك مثلا، ما بعد ما داخل 20 17 18 سنه، عنده خبره بالحياه صايره مصيبه. ليش؟ لان دخل للحياه بشكل مبكر، يعرف البشر كله، يعرفك زين او مو زين مجرد ان تصعد وياه. صارت عنده فراسه، تعلم الحياه، علمته الشغل، صقله التجارب. يحكي لي عن شخص ياخذ هذا ما ينطي كروه، يحكي لي عن شخص يودي مدري ايش، يحاول يحكي لي، اتعلم، اكتسب خبره، عرفته الاشخاص الصح من الخطا. ولهذا اكو بعضهم هسه من يشتغل هم نفسهم ذول السوار، يعني يبدي مثل الخط يصير عنده ويا ناس، يقول له ليش؟ يقول لي ذول ناس لا يتعبون ولا يعطون فلوس. هذا اكتشف الاشخاص الصح. شوفوا ليش؟ لانه جرب. فكل ما تجربتنا تكون مبكره يا شباب، كل ما تجربتنا تكون مبكره كل ما يكون افضل لنا، لان هذا من شأنه ان يخلينا نطلع ذول الناس السيئين من حياتنا، نطلعهم فتره مبكره
ونندل الأشخاص الصح فترة مبكرة، ويدخلون بحياتنا ويكونون جزء من نجاحنا، جزء من سعادتنا، جزء من فرحنا اللي احنا نحتاجه بهاي الحياة. احنا ما انخلقنا حتى نعيش حياة كئيبة وتعاسة وما أعرف إيش، خلقنا حتى نستمتع بهاي الحياة، حياة تستحق. والعمل هو جزء من هاي المتعة أيضا. العمل مو شيء من شأن أن يزيدنا كآبة أو ضيم، يعني مو عمل هذا. العمل اللي يتعبك اتركه، خليه يولي، هذا مو فد عمل. فإذا الأشخاص الجيدين الممتازين واللي احنا كنا نتمناهم ظهروا بحياتنا بعد تجربة احنا صارت عندنا فراسة، قمنا نعرف هذا كان مفروض هذا أنا أمشي وياه، ما أمشي ويا ذاك، كان المفروض هذا أخلص وقتي وياه، ما أخلص وقتي ويا ذاك. المشكلة اللي راح تواجهنا إنه هل هذول الأشخاص الجيدين اللي ظهروا راح يتقبلونا إحنا بحلتنا الجديدة بعد ما لعبنا لعب ويا ذولاك الناس السيئين؟ هي هنا المشكلة أيضا، لأنه إضاعة الوقت يا شباب، وإضاعة هاي الفرص من الحياة، وإضاعة فرص تكوين الذات وبناء الشخصية وتكوين الثروة أيضا، أو الشيء البسيط أو يعني شيء مادي معقول احنا ضيعناه. فلذلك هذا الشخص الجيد خصوصا عشان يعرف تاريخك يقول لك انا شو اسوي بك؟ انت كنت ويا فلان ويا فلان، شو صخم بك؟ ما راح يقتنع بفكره انه انت تحكي وياه تقول له يابا انا بطلت غيرت ما ادري شنو، ما راح تقعد وياه هاي الحكي. فهنا هاي تعاسه ثانيه. التعاسه الاولى احنا خلصنا وقتنا ويا ناس سيئين، والتعاسه الثانيه انه الاشخاص الجيدين اللي اكتشفناهم وظهروا بحياتنا ما يتقبلونه. متى يتقبلون فكره انه ندخل بحياتهم؟ زين، هذه إحدى المشاكل يا شباب اللي عليكم أن تنتبهوا لها في سن مبكرة، وتعرفون أنه الشخص الخطأ أنت راح تعرفه خطأ من خلال تجربتك، من خلال احتكاكك بالناس وتعلمك من هاي الحياة. هاي الحياة راح تعلمك الخبرة، هي مدرسة. من خلالها راح تلقى الأشخاص الجيدين. فكل ما كانت الفترة مبكرة كل ما كان افضل، والاشخاص الجيدين يتقبلوك انت في سن صغيره بصراحه. يعني لما انت دخلت بحياه دول الناس او قررت تدخل بحياتهم وتدخلهم بحياتك، انت كنت يعني مار بمرحله في سن مبكره اكتشفت الحياه، فبعدك شاب وصغير وهذا ومقبول، لا يتقبلوك ماكو اي مشكله سواء كانوا رجال او نساء. مقولة تولستوي يا شباب هي بيها نوع من الوجع، يعني من التجربة الأليمة اللي مار بيها هو، لكن في حياتنا تنطبق علينا احنا من خلال تجاربنا السيئة. هو أيضا مر بتجارب مبينة، يعني تولستوي لو ما مر بتجارب كان ما حكى هذا الحكي. فإذا يا شباب الأشخاص الجيدين يطلعون بحياتكم بعد أن تكونون عانيتوا الأمرين من الأشخاص الخطأ. المهم عندي انه انت تكتشف الاشخاص الخطأ بشكل مبكر حتى يتغيرون، حتى انت تغيرهم بالاشخاص الجيدين. شكرا جزيلا.